سبحان الله العظيم. سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه. سيدنا أسيد بن الحضير كان جالس أمام بيته بعد صلاة العشاء في ليلة الجمعة، ومن السنة أن يقرأ المسلم سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فكان يتلو سورة الكهف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقرأ حدث له أمر عجيب جدا. نظر فرأى فرسه تحمحم. الفرس تعمل صوت الفرس حمحمة، فتعمل الصوت، وحتى كادت أن تقطع حبلها المربوط في الوتد. فعنده طفل صبي صغير يحبو، فخاف على صغيره فتوقف عن القراءة كي يرى ما الذي يجعل الفرس تحمحم. ونظر في السماء فإذا قناديل مضاءة زي الثريات، سبحان الله، كانت تتنزل. فلما توقف عن القراءة بدأت هذه الثريات والقناديل تصعد إلى أعلى ثم اختفت. ذهب في صلاة الصبح ليقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ ورتل يا أسيد، اقرأ ورتل. قال: يا رسول الله، أنا أقص عليك ما حدث البارحة، أنا أحكي لك حكاية حدثت معي الأمس، أنت تقول اقرأ ورتل؟ قال: يا أسيد، هذه هي السكينة تنزلت لقراءتك، ولو ظللت تقرأ لرآها كل أهل المدينة. إذن هناك عوالم نحن لا نراها، هناك في رحمات نحن لا نراها. هذا أسيد بن الحضير لما كشف عنه هذا الأمر ورأى هذا سبحان الله هذا الخير، لا إله إلا الله، لأنهم كانوا يرون بنور الله، لأن المؤمن له فراسة. الجماعة الغرب يقولوا عليها الحاسة السادسة، لكن نحن كمسلمين هي فراسة المؤمن. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. أنس بن مالك الله يرضى عليه رايح على مجلس عثمان بن عفان، ففي الطريق الريح شديدة، الريح سبحان الله هبت، ففي ثوب امرأة تمشي فانكشف عن خلخالها، سبحان الله العظيم. فلما انكشف عن خلخالها استغفر أنس كنظرة أولى، ثم دخل على عثمان لم يقص القصة. فقال له عثمان رضي الله عنه: عجبا، أيدخل علي أحدكم وفي عينيه آثار من الزنا؟ قال أنس: عجبا، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلا، إنما هي فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. وقصة سارية معروفة ومعلومة لدى الجميع. يقف عمر بالمدينة والجيش الإسلامي على حدود العراق، وينادي عمر وسط الخطبة بدون مقدمات: يا سارية، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. ثم أكمل خطبته، نزل من فوق المنبر يسأله علي: يا أمير المؤمنين، ما الذي سمعناه منك؟ قال: وما الذي سمعتم؟ قال: يا أمير من أنت قلت يا سارية الجبل الجبل ومن استرعى الذئب ظلم. قال عمر: وقع في خلدي، تخيلت يعني أن الفرقة التي على رأسها سارية ابن حصن أعد له كمين، فلو انتبه هو من معه لفتح الله له. فعاد سارية بعد شهور بعد ما انتهت المعركة، قال: والله في يوم كذا في ساعة كذا نفس اليوم، سبحان الله الذي، سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول: يا سارية الجبل الجبل ومن استرعى الذئب ظلم. فنظرنا فإذا كمين أعد لنا، فانتبهنا ففتح الله لنا فانتصرنا.